كل من أحمد عبد ربه عضو جبهة الإنقاذ المصرية وعلي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة. أهلا بكما. كيف تنظر إلى بيان الإخوان المسلمين؟ بيان الإخوان المسلمين يعبر عن اعتذار. لمن هذا الاعتذار؟ والسؤال دلوقتي عن أي ثورة يتحدثون؟ وعن أي جريمة ارتكبوها في حق الثورة الوطن يعتذرون؟ هل عن جريمتهم في مشاركة مع نظام مبارك طوال الوقت، ومحمد مرسي اللي قال أن هناك تنسيق بينه وبين أمن الدولة، وهناك تنسيق بينه وبين الحزب الوطني في نوفمبر 2010، وأنهم أخلوا الدوائر لبعض؟ ولا عن تصريح عصام العريان اللي قال لن نشارك في 25 يناير يوم 20 يناير؟ ولا عن المفاوضات اللي أجروها مع النظام وقت ما كان الشعب المصري الثائر في الميادين أعلنها يوم 4 فبراير في قناة المحور سعد الكتاتني، وقال الخيانة واعترف بجريمة الخيانة اللي ارتكبوها في حق الثورة في اللحظة دي في المفاوضات اللي كانوا بيتفقوا فيها على دم المصريين؟ ولا لما 11 فبراير مبارك مشي فجريوا على السلطة وبنوا صفقات؟ ولا عن خيانتهم في محمد محمود في أحداث مجلس الوزراء في 2011؟ ولا عن 2012 لما احنا نزلنا نستكمل الثورة وهم نزلوا وعلوا صوت القرآن في ميدان التحرير أعلى من صوت هتافات المتظاهرين الداعين لاستكمال الثورة؟ ولا عن 2013 لما مرسي كان رئيس وقال انه الشرطة هي في القلب من العبور الثاني وهو ثورة يناير، وشكر في الشرطة وكأنها هي من قامت بثورة يناير؟ وبالتالي يعني كأني أفهم من كلامك أن الأمر يعني دعني أكمل. أنت قلت الكثير، ما زال هناك الكثير من الخيانات ولكن الوقت محدود. الوقت محدود. أنت لا ترى إذا أخيرا ولا عن مجزرة الاتحادية التي قاموا بها وهم في السلطة؟ ولا عن خيانتهم للوطن وإرهابهم له عندما فقدوا السلطة بالثورة الشعبية في 30 يونيو؟ علي خفاجي، لك أن ترد على ما قيل. لا طبعا احنا مش هنرد، لان الخطاب مش موجه اصلا لجبهه الانقاذ اللي شاركوا في الدم وهم سبب فض اعتصام رابعه والنهضه، ولا هم موجودين في السلطه دلوقتي. احنا مش بنقدم الاعتذار ابدا لمثل هؤلاء. احنا مش بنتكلم على بتوع جبهه الانقاذ اللي دلوقتي هم بيقتلوا الشعب يوم بعد يوم ومحدش فيهم يقدر يعارض النظام اللي هم على راسه دلوقتي. احنا البيان موجه للشعب المصري، بنقول ان الجميع اخطا في حق الثوره، الجميع اخطا لما سلمنا رقابينا كلنا للمجلس العسكري اللي خان الثوره بعد كده، الجميع اخطا لما وقفنا كلنا نقول لا احنا عايزين منهج اصلاحي، لكن الاصل في الموضوع ان كانت الثوره تستكمل حتى النهايه، والثوره تاخذ الطريق الثوري. مفيش بعد الثوره ينفع تاخد مسار اصلاحي، وده كان نتيجه المسار الاصلاحي اللي احنا بنتكلم عنه في بيان الاخوان النهارده. احنا بنعتذر للشعب المصري كله ان احنا اخطانا في حق الثوره، وبنقول لن نكرر هذا الامر مره اخرى بالثوره القائمه دلوقتي اللي الملايين في الشارع والشباب مصرون على استكمال الثوره بتاعتهم للانتقام من كل من خان الوطن وكل من باع، واولهم جبهه الانقاذ اللي كانت على راس هذا الحكم، واولهم المجلس العسكري الحالي السيسي واعوانه ومحمد ابراهيم. لن يتم ابدا الرجوع عن مطالب الثوره حتى استكمالها بكل اركان الشباب اللي وقفوا في 25 يناير. وعشان كده احنا بنقدم زي ما 6 ابريل قدمت الاعتذار وقالت الجميع اخطا، زي ما كل الشباب بتقول الجميع اخطا. احنا دلوقتي بنكرر نفس هذا الامر وبنعيد اللحمه الوطنيه مره اخرى. أحمد